السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملات بخير وعلى خير وباحسن الاحوال وبصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في القناه ديالي ومرحبا بالناس الجداد كاملين اللي دخلوا لعندي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد التحفه هذه اللي كتشوفوا، البسطيله ديال الحوت على حقها وطريقه اللي كتجي بنينه ولذيذه وما نطولش عليكم. اول حاجه البنات غادي ناخذ واحد الكميه تكون شي شويه كتيره من القزبر ومعدنوس كما كتشوفوا معايا، يعني ماشي كميه اللي قليله، شويه مهم محترمه. وغادي نزيدو على القزبر ومعدنوس 5 ديال الفصوص ديال الثوم. وكما كتعرفوا الحوت كيبغي الثومه والقزبر ومعدنوس والقامه. الوغ هنا كنوجدوا الشرموله اللي غادي نخدموا فيها، نخدموا بها الحوت كامل يعني. داكشي علاش درنا شويه الكميه تكون محترمه. من بعد البنات غادي ناخذوا واحد شويه ديال الملحه، واكيد كتبقى على حسب الذوق. نتوما ما تحاولوا انكم ما تكثروش بزاف لان باقي بزاف ديال الحوايج اللي غيكون فيهم الملحه. من بعد غادي ناخذوا واحد المعلقه كبيره ديال البابريكا وواحد شويه ديال الكمون كما كتشوفوا، واحد الكميه نقولوا معلقه صغيره ماشي بزاف. وكذلك غادي نحتاجوا معلقه صغيره ديال الخرقوم، وغادي نحتاجوا واحد المعلقه صغيره ديال السكينجبير، وكذلك غادي نحتاجوا ضمه البنه ديال الحوت. غنزيدوها فوق القامه اللي درنا. من بعد الغزالات غادي نزيدو صلصه حاره كما كتشوفوا. درت واحد الكميه اللي هي قليله لانني باقا غادي نستعملها من بعد، واكيد كيبقى على حسب الذوق ديالكم، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. وغادي نزيدو واحد 2 معالق صغار ديال التوابل ديال البسطيله، راه كتباع عند العطار اولا الناس اللي كيبيعوا هادشي ديال التوابل غتلقاوها عندهم. اكيد كتزيد واحد المذاق اللي رائع، ضروري تشريوها ملي تبغيو ديروا البسطيله. من بعد غادي نزيد الحامض. هنا ما درتش بزاف، تقريبا واحد 2 معالق اولا 3 معالق كبارين صافي، حيت باقي غادي نستعملوه حتى هو من بعد. وغادي نزيد كميه ديال زيت الزيتون اللي تكون حتى هي كثيره شويه، مع كميه من الزيت النباتيه غتكون قل من زيت الزيتون، يعني زيت الزيتون غيكون كتر. وهنا غادي نزيد الزعتر اللي سخنته من قبل، غادي نحكو حتى هو كيعطي واحد المذاق بنين وزوين. صافي البنات، من بعد غادي نخلط جميع المكونات مع بعضياتهم حتى كينسجموا. من بعد البنات ما خلطت جميع المكونات، لقيت الشرموله ديالي باقا ناقصاها شويه ديال الزيت. زدت فيها شويه ديال زيت البلديه، ونورمالمون القوام خاصو يجي بحال هكا كما كتشوفوا. بغيتو واصلا الزيت ماشي مشكل، واخا تكون كثيره شويه ماشي مشكل، المهم ما عليناش. هنايا انا باقي غادي نزيد نطحنها شويه بالميكسور. الا ما عندكمش تقدروا تخليوها هكا، المهم انا باقي غادي نزيد نطحنها شويه باش تعطيني داك واحد القوام شويه يكون رطب. المهم نتوما غتشوفوا معايا. هانتوما البنات، ها هو القوام من بعد ما طحنتها شي شويه. شفتوا لاحظتوا الفرق؟ يعني تبدل شويه. المهم الا ما عندكمش سي با غاف تقدروا تخليوها كما هي. من بعد البنات غادي نحطها على جنب، وغادي ندوزو نحضروا المكونات الاخرين. هنا عندي كيلو ديال الكالامار اللي درت عليه الماء وزدت عليه ورق ديال سيدنا موسى، وغادي نحطو على النار لمده ديال 4 ديال الدقائق. حاولوا البنات انكم ما تفوتوش 4 ديال الدقائق، 5 ديال الدقائق كاع باش ما كيقصعش. هنا صافي طفيت عليه. وكذلك غادي نحتاج واحد الكيلو، عندي هنا كيلو ديال الميرنا وعندي كيلو ديال الفرخ. صراحه من الاحسن انكم كي تجيبوا الحوت كي طيبوه. هنا انا كنت جبته الخميس
حيت الجمعه ما تيكونوش زعما الناس اللي كيبيعوا الحوت وداكشي علاش انا جبتو الخميس وخليته في الفريكو. المهم غناخذوا الحامض، يعني الحوت ضروري كيبغي الحامض. غادي نديروا واحد الكميه من الحامض اللي تكون حتى هي كميه مو شحال ما درتو الحامض مزيان صافي. من بعد غادي نزيدوا واحد شويه ديال الملحه، وغادي نحتاجوا البزار حتى هو شويه. المهم غادي نحاولوا اننا ندردروه فوق داك الحوت صافي. عفوا. من بعد البنات غادي نحتاجوا الزعتر، غادي نحكوه فوق من الحوت. واخر حاجه البنات داك الحامض اللي انا عصرته، خديت القشور ديالو ودرتهم هكا من فوق الحوت، طيبوا معاه في الفران صافي. وغادي ندخلوه للفران على درجه حراره 280 من الفوق ومن التحت. وواخا تشوفوها البنات طالق لكم الماء وداك الشيء ما تخافوش عادي، حنا داك الماء اصلا بغيناه وغادي نحتاجو. انا نوريكم شنو غادي نديرو به من بعد ما يطيب. ودابا يا الغزالات غادي ندوزو للمعقول. غناخدو مقيله غادي نديرو فيها شي شويه ديال الزويته بلديه ولا زيت العود. من بعد غادي ناخدو واحد المعلقه ديال الزبده نخليها كتذوب مع الزويته. ديك الزبده والزيت كيعطيو واحد المذاق رائع جدا جدا. المهم من بعد ما دابت لي الزبيده مع ديك الزيت غادي نزيدو الكالامار. ودابا غادي نحتاجو الشرموله اللي وجدنا مع بعضياتنا. غادي ناخذ منها 2 معالق. هاد الشرموله هي اللي غادي نستعملو في جميع المكونات دابا اللي عندنا صافي. درت 2 معالق وغادي نخليها نخلي داك الكالامار كيتشحر غير شويه ماشي بزاف. من بعد البنات ما بدا كيتشحر غادي نزيدو واحد المعلقه كبيره ديال صوص الصوجه الخفيفه صافي، ونحيدو على النار. في نفس المقيله غادي نديرو نفس المراحل ديال قبيله. غادي ناخذوا شويه ديال زيت الزيتون وواحد المعلقه ديال الزبده نخليهم كيذوبوا مع بعضياتهم. وغادي نزيدوا الكروفيت. هنا عندي كيلو ديال الكروفيت غادي نزيدوه، وحتى هو بنفس الطريقه غادي نزيدوا المعلقه اولا انا صراحه درت 2 معالق غير ما صورتش المعلقه الثانيه. غادي نديرو 2 معالق ديال الشرموله. كما كتشوفوا انا درت المعلقه الاولى وحسيت بها باللي ما قنعاتنيش كما كتشوفوا البنات الكروفيت ديالي طاب صافي. طفيت عليه البوطه وصفيته وحطيته على جنب. في نفس المقيله غادي ناخذوا هاد المره غير الزبده بلا زيت. غادي نضوب واحد المعلقه ديال الزبده وغادي نزيدوا الشامبينيون. ضروري البنات يكون هذا واحد الكميه راه ماشي كبيره بزاف راه قليله صافي. غادي نخليوه كيتشحر بديك الزبيده مزيان حتى كنشوفوه بدا كيدبل على هذا الشكل هذا. نتوما تشوفوا معايا في الفيديو منين كيولي هكا شويه عاد كنزيدوا واحد المعلقه ديال الشرموله اللي وجدناها من قبل صافي. غادي نزيدوها على الشامبينيون ونخليوه مزيان مزيان حتى كيطيب وكيدبل وكيصبح لينا على الشكل اللي غتشوفوا دابا في الفيديو. هانتوما البنات الشامبينيون ديالي طاب حنحطو على جنب. وهنا عندي الزبل ديال الكروفيت دزت عليه الماء والحامض وغادي نحطو على النار حتى كيبدا كيغلى غنحتاجوه. هنا خديت الشامبينيون نوار زدت عليه نص الكميه من الماء ديال الزبل الكروفيت وغادي نخليه حتى كيتنفخ. هنا البنات عندي داك الكروفيت اللي صفيت وداك الماء ديال الفران ديال الميرنا والفارخ وزدت عليهم واحد الضامه البنه ديال الحوت وداك الزبل ديال الكروفيت داك الماء اللي بقى فيه حتى هو زدته. وغادي نزيد عليه الشعريه الصينيه البنات جات فنه وكتحمق والله. المهم انا هنايا خديت باكيه فيها 4 حيت انا البسطيله ديالي الصراحه بغيت يكون فيها الحوت اكثر من الشعريه حيت انا مكثره الحوت. دونك تقدروا تزيدوا الا بغيتوا تزيدوا نتوما لا عندكم الحوت ناقص وبغيتوا تزيدوا ممكن تزيدوا.
المهم في نفس المقيله اللي خدمنا فيها في الاول غادي ناخذ شويه ديال الزيت البلديه ومعلقه ديال الزبده. غادي نخليو ديك الزبده حتى كتذوب وكنزيدو معلقه ديال الشرموله وكنخليوها مع ديك الزبده والزيت شي شويه هكايا تطلق. وغادي نزيدو داك شامبينيون نوار من بعد ما شديتو وطحنتو في لاشواغ حتى كيولي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا صافي. وغادي نخليه كيتشحر في ديك الزويته اللي معاها الشرموله. كما كتشوفوا البنات راهي كيتشحر شويه كنطفيو عليه كيجي على هذا الشكل هذا غنحطوه على جنب. وهنا خديت داك الحوت ديالي اللي درتو في الفران حيت منه داك الشوك نقيتو هكا شي شويه اللي شفتو راه مقطعه شويه كبابر ماشي صغير كاع في مره. وغادي نزيد عليه كذلك ديك الشرموله غادي نزيد واحد 2 معالق حتى 3 ديال المعالق. وهنا راه بديت كنحاول انني ندخل الشرموله بالمعلقه ولكن الصراحه راه اليد هي كلشي كاين لا معلقه لا والو. صافي هنايا حتى خدمت يديات حصلت على النتيجه اللي خاصني نحصل عليها صافي. وهنا غادي ناخذ نفس المقيله عاود غادي نديرو فيها شي شويه ديال الزيت العود بوحديته الزيت البلديه بوحديته. وغادي نزيدو الشعريه ديالنا. نتوما شفتوا انا راه ما صفيتها ما والو راه هي شربات داك الماء كامل عرفتي جات فنه كتحمق صافي. زدت عليها واحد المعلقه ديال الشرموله حتى هي وخليتها هكا تشحر غير شويه غير ندخل فيها ديك الشرموله وكنطفيو عليها. من بعد غادي نزيد صوص الصوجا هذا الخفيف زدت واحد المعلقه كبيره حتى هي كتعطي واحد اللذه واحد المذاق زوين. صافي خلطت مزيان جميع المكونات وطفيت عليها وخليتها على جنب. من بعد البنات خديت قصريه تكون كبيبره شي شويه هي اللي غنخلط فيها كلشي. اول حاجه درت الكالامار وغادي نزيد الكروفيت حتى هو والشامبينيون وغادي نزيدو شامبينيون نوار وغادي نزيدو الشعريه الصينيه. هنا البنات زدت نص حامضه عصرتها والصراحه منين دقت لقيت باقي ناقص الحامض دونك زدت فوق من هذيك نص حامضه. كما قلت لكم البنات نتوما كتزيدوا المقادير وكتذوقوا اللهم ديروا شويه ومن بعد تزيدوا اولا من الاول تكحلوها. المهم ما عليناش ديك الشرموله اللي بقات ليا كلها غادي نزيدها فوق من المكونات. هنا البنات غادي نزيدوا الصلصه الحاره داكشي علاش انا في الاول ما درتش بزاف درت غير شويه. وهنا راه اكيد كيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم تزيدوا اولا تنقصوا داكشي كيبقى ديالكم ولكن كتعطي بنه زوينه. وكذلك زدت صلصه الصوجا حتى هي تقريبا واحد 2 معالق صلصه الصوجا الخفيفه 2 معالق. وزدت الحامض مصير. هنا البنات اكيد غادي نخدم يديا باش نخلط جميع المكونات مزيان مزيان وينسجموا مع بعضياتهم حيت اليد هي كلشي. وهي صراحه واخا تبغيو ديروا بالمعلقه ولا شي حاجه ما غاديش يدخل داكشي في بعض. صافي البنات هنايا من بعد ما خلطت جميع المكونات وانسجموا ليا مع بعضياتهم ما عدا الميرنا والفرخ هذوك غادي نخليهم على جنب حتى الاخر. هنا دقتها وجات رائعه واحد الحشوه ما نقول لكمش البنات كتحمق كتسطي بنينه ديال بصح. هنا خديت كيلو ديال الورقه الصراحه ما استعملتهاش كامله خذوا غير مهم تلا بقات ماشي مشكل تقدروا ديروا بها شي حاجه. خديت طاوه ديال الفران صراحه راه كبيبره هاد الطاوه ما كتبانش مزيان وخديت الزبده والزيت صافي. وغادي ندهن الطاوه ديالي مزيان هي الاولى.
وهنا البنات غادي نوريكم كيفاش تقدروا تطويو البسطيله للناس المبتدئين ايطاب باغ ايطاب. من بعد البنات ما نسالينا المراحل الاولى من الورقه، غادي ناخذ نصف الكميه. وإلا لاحظتوا واحد الحاجه انني ما دهنتهاش، حيت هادوك المكونات ديالنا غادي يطلقوا الزيت، الوغ ما كندهنهاش في الاول. المهم غادي ناخذ نصف الكميه وغادي نحاول اني نوزعها على البسطيله كامله. صافي كما كتشوفوا هنا راه غادي نبقى كنقادها شويه بشويه. من بعد البنات ما قاديت النص الاول، غادي ناخذ فرomاج غوج وغادي نديروه. الا بغيتو تستغناو عليه ممكن تستغناو عليه، ولكن تيعطي واحد البنه الصراحه زوينه بزاف. ما عليناش، راه ماشي بزاف، غير شويه هكا نرشوه من الفوق وصافي. من بعد غادي ناخذ الميرنه والفرخ، غادي نديرو نصف الكميه ديالهم حتى هما فوق الفرomاج، والنصف الاخر غادي نخليوه حتى الاخر. صافي هنا غادي نزيدو الكميه اللي بقات لينا كامله على هذا الشكل هذا، وكنبقاو كنعمروا في الجناب ضروري البنات يكونوا عامرين. من بعد ما غنكملوا غادي نزيدو داكشي اللي بقى لينا من الميرنه والصول صافي. شفتوا البنات تبارك الله شحال جات عامره بالحوت. داكشي علاش انا قلت لكم في الاول ما بغيتش تكون فيها الشعريه الصينيه كثيره، بغيت الحوت يكون اكثر من الشعريه. وهاد الكميه اللي عطيتكم راه كتخرج بسطيله كبيره وعامره ديال بصح، يعني الا بغيتي تنقصوا ممكن تنقصوا. المهم غادي ناخذوا داك اللي بقى لينا ديال الزيت والزبده، وغادي ندهنوا دوك الجنيبات كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. غندهنوهم مزيانين. دابا غادي غنستعملوا الزيت والزبده صافي، وغادي نبداو نجمعوها على هذا الشكل هذا. من بعد ما درنا هذيك الوحيده الوسط، غادي نعاودوا نفس الطريقه تقريبا نفس الطريقه اللي درنا في الاول. هانتوما تشوفوا معايا في الفيديو كيفاش غادي نجمعوها. صراحه البنات ما عرفتش كيفاش مشى لي داك الفيديو. المهم كديروا نفس الشيء، يعني كتحطوهم هكايا، وداك داك اللي كيبقى كنخشيوه من التحت صافي وكنغلفوها صافي. من بعد ما غلفتها خديت ديك الزبيده اللي بقات ليا، هزت عليها شويه ديال الصوجه باش تعطينا داك اللون، وحتى المذاق كيجي مزيان صافي. غادي ندهنها كامله داك الوجه ديالها. البنات الصراحه ما عرفتش شنو طرالي، مصوره فيديو كيفاش نقادو زعما داك ماشي شي حاجه، كيفاش كنكرشوها هكا من الفوق حتى هو ما لقيتوش مع الاسف. المهم ديك الكميه اللي بقات لي من الزبده والزيت والصوجه غادي ندهنوا الوجه مزيان حتى هذا هو الوجه اللي غادي نقادوه، هو اللي غادي يكون من الفوق صافي. غندهنوه مزيان.
هنا البنات بغيت نشارك معكم انني انا راه درتها في الفريكو ما طيبتهاش في نفس النهار، يعني ممكن ديروها وتحطوها في الفريكو راه كطيب عادي وكتجي بحال يلاه مطيبينها. وهنا كنت بغيت نشارك معكم كيفاش ذوقتها، وهذا ما لقيتش الفيديو. المهم ماشي شي حاجه زعما اللي كثيره نتوما شوفوا. صافي خديت شويه ديال الكروفيت شحرته والشاركوتري البيض السمان شويه ديال الفرomاج وجات على هذا الشكل هذا. والبنه ما نقول لكمش البنات كتحمق هائله. الا درتوها لضيافكم ما غاديش تحشمكم. كنتمنى انكم تجربوها، وإلا عجبكم الفيديو شاركوا في القناه وفعلوا زر الجرس.